قصة قصيرة بعنوان الجرس. جلس ممسكا بقلمه متوجسا منه خيفة أن يسقط من بين يديه، من بين أنملاته التي وهن العظم فيها شيبا. جال بخياله عندما كان ذا قوة يحرك بها ما يريد وقت ما يريد. تذكر كيف كان وقت الصبر وكيف صار الآن عليه. وتذكر أن كل ما يملك الآن هو عدد مهول من الكتب وبعض من الأقلام مع آلاف الورق التي ظلت تلازمه دوما في فترات حياته. نسي أنه إنسان لا بد أن يعاشر ويعاشر. من صباه وحتى فقدانه قوته كان وحيدا، وما شعر بذلك قط إلا عندما سقط قلمه من بين يديه وهي تهتزان بقوة وكأنها تقول: لقد وهن العظم مني وأنا غير قادرة على تحمل شيء. تذكر وقتها أنه نسي نفسه، وتذكر أنه منذ أن استقل سقطته هذه وهو في منأى عن الناس اختارها بعيدا عن الضوضاء، وها هو الآن قد أحس أنه أخطأ عندما أحس بالوحشة. تمنى كثيرا أن يطرق بابه، تمنى أن يرى صبية يلعبون بالشارع، تمنى أن يزوره أحد أو يزور هو أحد. حتى ساعي البريد قد نسيه، حتى ساعي البريد قد نسيه. كان دوما يتوهم أن جرس الباب يدق فيلملم هرعا ما بقي منه ليفتح الباب، ولكن من بالخارج؟ لا أحد يجيب. فيعود ثانية واجسا بين أوراقه يستذكر ماضيه. تكرر هذا الحادث مرات ومرات دون جدوى، حتى أيقن إلى كل ذلك وقطع الأمل في أن يزوره أحد، حتى خيل له أن العمارة التي يسكنها لا أحد فيها غيره. وعندئذ دق جرس الباب، دق ودق ودق كثيرا ولا أحد